السلام عليكم يا شباب، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. جالك قلب فيديو جديد زي ما انت شفت طبعا في عنوان الفيديو. هخليك دلوقتي تضيف اجمد واجهة اعدادات لكيبورد السراب البعيد. تمام قلبي، كمل الفيديو لحد الاخر عشان تعرف ازاي تضيف الواجهة وتعرف كل حاجة في قلب الفيديو. بس الاول كده يا صاحبي، لو انت مش مشترك عندي في القناة انزل اعمل اشتراك للقناة وفعل زر الجرس وحط لايك كومنت للفيديو عشان يوصلك كل جديد. تمام، فقدرني بس كده تقديرا على الفيديوهات دي. تمام، كل اللي احنا هنحتاجه طبعا يكون عندك كيبورد السراب البعيد. نجيب الكيب. تمام، ده كيبورد السراب. دي الواجهة اللي احنا ضفناها الفيديو اللي فات. تمام، ده انا واجهة اعداد، دي الواجهة اعدادات اللي هي العادية. هنغير الواجهة دي ونضيف لها واجهة جامدة جدا دلوقتي. تمام. تمام يا شباب، تابع الشرح طبعا لحد الاخر عشان بس تفهم كل حاجة. تمام، نطلع كده نخش على APK Editor. تمام، تيجي عند تاني واحدة تفتح التطبيقات. أول كده أوريكوا إعدادات الإعدادات بتاعت الملفات بتاعتها. تمام، ده كده يكون الملف اللي سيبهولك واجهة الإعدادات. ده يكون كده الملف. تمام يا شباب. تمام، نطلع كده نخش على APK Editor. طلعنا كيبورد السراب، اضغط على أول واحدة، برضه أول واحدة، طلع عند في النص كده عند فايلز. تمام، نفك السمايلي. تمام، هنخش على الريس، نيجي كده عند مدير الملفات، تيجي عند الانمي فيرجن 1 ناخدها كوبي، والدرابل فيرجن 7 ناخدها كوبي، واللي اوت فيرجن 3 ناخدها كوبي. تمام، والفيروس فيرجن 1 ناخده كوبي. تمام، نطلع بقى كده نخش على الإيبك إديتور، نعمل إضافة لملف جديد اللي هي عند هنا في العلامة دي. تمام، نيجي عند أول واحدة أنمي فيرجن 1. تاني ملف نضربه فيرجن 9. تمام، ناخدهم بالترتيب كده الأول عشان ايه متنساهمش. تعمل أول حاجة ايه؟ أول حاجة يا شباب، عايز أقول لكم الواجهة دي مش بتاعتي، الواجهة دي بتاعت شخص تاني. تمام يا شباب، الواجهة بتاعت شخص تاني اسمه ساديو اكسوديا، هو اللي عامل الواجهة دي، انا واخدها من عنده من القناة بتاعته. فالواجهة مش بتاعتي انا، بس هنزلها لكم وعارفكم ازاي تنزلوا عندكم في الكيبورد. تمام، هنكمل الشرح. هنحدد على الملف اللي هو انا فيرجن 1، نعمل ريبلاي من هنا. ريبلاي، هتخش على هتلاقي يفتح لك الملفات اللي عندك في التليفون. هتجيب الملف، هيكون اهو. خش على انا فيرجن 1 هنا، تعمل اوكي اهو. تمام، شيل دي كده، نيجي عند الدرابل فيرجن 7، تعمل ريبلاي عليها. عادي ممكن ضغطة مطولة. هتعمل تالت واحدة اللي هو ريبليس. تمام، وهتلاقي هنا الدرابل فيرجن 7. تمام، اوكي، يس. نعمل ملفين التانيين اللي هو لي اوت فيرجن 3 والفاليوز فيرجن 1. تمام، نيجي عند اللي اوت فيرجن 3، تلاقيه هنا اتضاف معاك ريبلاي. هتلاقي في هنا برضو واحد زيه اللي اوت فيرجن 3. يس، ننزل تحت عند الفيروس. ادي الفيروس اهو، فيروس فيرجن 1 ريبلاي، برضو الملف بتاعه. اوكي، نرجع كده، نخش على الاسيست، ملف الاسيست، نعمل اضافة. نيجي هنا كده هتلاقي في ملف باسم اسيست، هتضيف التلاتة دول، 1 2 3. تمام، نخش على السمايلي، وهنخلصناش لسه الريس، بس هنكمل برضو الريس دلوقتي. تمام، نخش على السمايلي على كوم، ناخد الملف ده كوبي عشان بس وقت الفيديو عايزين اسرع. الملفين دول كوبي، موجودين فين؟ موجودين في السمايلي. بعد كده عند الكوم تعمل ملفين بالاسم دول. اول واحد ساديو اكس او، عندنا تاني واحد ساديو اكسوديا. تمام. تمام، نيجي عند اول ملف انو ساديو اكسوديا، خش على الاسمايلي كوم اهو، نعمل يس.
عندنا التاني ملف ستوديو اكس او. تمام، نعمل يس. تمام، نرجع انا نخش عند الريز، نيجي عند الاكس ام ال. تمام، ننزل تحت خالص، هنيجي عند الملف اهو. دقيقة. XML البريفس اللي هو ده، الملف ده هتلاقي هو نفس الاسم يا شباب، هتلاقي هو نفس الاسم ده. حدد عليه، تعمل ريبلاي، ترجع تخش على السمايلي، قصدي على XML، هتلاقي في ملف بنفس الاسم بتاعه، ضغط عليه بس كده وخلاص هتلاقيه اتضاف معاك. تمام، فاضل ايه تاني؟ تمام كده حبيب قلبي، فاضل اخر حاجة هنضيفها ليكون الاوامر. نيجي كده نضيف هنا الكود. تمام، نيجي هنا سايب لنا هنا كودين، كود عربي وكود انجليزي. ناخد كده الانجليزي اللي هو الواحد، حدد عليه، هاخده كوبي. تمام، خش على الريس، خش على الفيروس، تلاقي عندك اللي هي اللي قبل الأخيرة السترينجز. تمام، ضغط عليها، تيجي عند أي واحدة من دول كده في آخر السطر، تيجي كده مثلا وتنزل السطر لتحت، تعمل لصق تضيفه يعني. تمام، بالشكل ده. تمام، تعمل سيف، هتطلع تاخد الكود العربي. تمام، حدد على الآخر كده، دقيقة. تمام يا حبيب قلبي، ناخده كوبي، نمسح ده كده خلاص. نخش على الريس، على فيروس اي ار. احنا دخلنا أول مرة على فيروس بس، دخلنا أول مرة على فيروس بس. تمام، ودخلنا على دي في أول مرة في الكود اللي هو الإنجليزي. الكود العربي اللي هو الكود التاني هندخل على فيروس اي ار. تمام، ونيجي عند السترينجز برضو اللي هي آخر واحدة، تيجي عند آخر أي كود برضو، مثلا كده عند آخر أي أمر، وتضيف الأمر ده. تمام. تمام، نعمل سيف ونخرج. نيجي كده عند السيرش، ننزل تحت عند السيرش، هنعمل بلس دقيقة، نعمل دي الأول، همتك كوم اي دي. تمام، نعمل بحث. تمام، نعمل نفسها برضو كوم، بس الزائد بلس اي دي. تمام، ونعمل استبدال. اوكي. تمام. تمام، جميل. نطلع كده نعمل بايلود، استنى يحمل معانا. لو في اي اخطاء هحلها معاكم برضو دلوقتي. تمام، احنا طولنا في وقت الفيديو فبس عشان نختصر. تمام، ما فيش اي اخطاء. نعمل انستل تثبيت تحديث، نستنى يحدث معانا. تمام، تم. نطلع نخش على اخر كيبورد اللي هو كان معانا، نخش على الاعدادات. تمام يا حبيب قلبي، هتلاقيها كده اتضافت معاك من غير اي مشاكل. تاني، مفيش اي حرق ولا في اي حاجة. تمام، كل حاجة اتضافت معاك. طبعا كل حاجة باسمه، الصورة دي وكل حاجة باسمه الشخص التاني، والواجهة دي بتاعت الشخص التاني برضو. فهنخلص الكيبورد وفي الاخر خالص هعلمكم ازاي تغيروا كل الاسامي دي. تمام، وتغيروا حطوا الصور اللي انتوا عايزينها برضو. تمام يا قلبي، عندك هنا اقتراحات الكلمات ما شغالة، وصوت الاعتدال شغالة، الإيماءات هنا، التصميم إيه. تمام، المظهر عندك هنا أشكال الحافظة. طبعا لو مش موجود طبعا هضيفلكوا أشكال حافظة كل حاجة. عندك هنا اللغات، كل حاجة موجودة من غير أي حرف في قلب النسخة، كل حاجة شغالة. عندك هنا رسالة الشكر برضو، لو عايز تغير أسامي دي وتحط أسامي انت بتاعتك انت. تمام، فهم يا صاحبي اللي كل حاجة شغالة. الواجهة دي واجهة جميلة جدا، شكرا لصاحبها على الواجهة ديت. تمام يا شباب، هسيب لكم اللينك الواجهة في وصف الفيديو، متنساش تقدروا تعمل شكر القناة. والسلام يا شباب.